دلوقتي احنا حطينا الخميرة وهنحط رشة الملح وهنحط فنجان السمسم. هندوب السكر دوت في اللبن عشان يدوب معانا كويس. هندوبهم وبعدين هنحطهم. تمام. هنحط كوباية السمنة. هي مش قادحين السمنة، احنا يدوب مسخنينها بسيط يعني. ولبن رايب، ودي القشطة. حطينا طبعا كل المكونات على بعضها. حطينا كوباية لبن، كوباية الا ربع قشطة، كوباية الا ربع لبن رايب. حطينا فنجان سمسم، حطينا فنجان سكر، حطينا كوباية سمنة مليانة. كل المكونات اللي انا شرحتها لكم اول الفيديو هي اللي ضفناها كلها، والخميرة والبيكنج باودر والخميرة والبيكنج باودر، وضفنا كل حاجة وعجنا العجينة. ماشي. العجينة شايفين طرية ازاي، زي الزبدة اهي. طبعا بنفضل نعجن فيها شوية. حطيت لها بس معلقتين سمنة في الاخر متبقاش سايحة قوي، نلم بيها العجينة. شايفين؟ معلش سوري. شايفين العجينة؟ شايفين العجينة نضيفة خالص. شايفين طرية خالص. هنغطيها ونسيبها تخمر، ولما نيجي نقرصها او نقطعها هنرجع لكم تاني. دلوقتي طلعنا العجينة اهي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم اهي ما شاء الله. هنحط فيها العجوة وهنبططها وهنسيبها تخمر شوية. نريحها بعد التقطيع، هنريحها شوية كمان. كده. طبعا هي لما تخمر كمان هتعلى وهتوسع. تمام. هنقطعها مع بعض. هنعمل كمان واحدة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كده. كده. تمام. هنقطعها بقى وهنرصها في الصينية ونريحها شوية بتاع ربع ساعة كمان، وبعدين قبل ما نحطها في الفرن، وبعدين هنرجع لكم تاني. خلصنا اهو الصاج الكبير، هنحطه في الفرن. ماشي. طبعا احنا سيبناه بعد ما قطعناه وحشيناه بالعجوه، سيبناه تقريبا ربع ساعه تلت ساعه كده. ماشي. هنحطه في الفرن دلوقتي.
وطبعا جاهزين التاني، الصاجن التاني اهو، بس يطلع على الكبير من الفرن. وده اخر صاج معانا اهو، هنكمله بس كده مع بعض. ونفرد حتة العجوة فيها، ونفردها عشان ما تبقاش مكومة في حتة واحدة، وبعدين نلم عليها العجينة كده، الحرف بتاع العجينة كده كده، وبعدين نقلبها على الناحية التانية اهو. على الوش المتساوي ده كده. طبعا احنا بنحطها ترتاح تاني قبل ما ندخلها الفرن. طبعا هي بتعلى لما بنريحها شويه، بتعلى، ولما بتخش الفرن كمان بتعلى، فنبقى عاملين حساب كده. وطبعا احنا مش محتاجين ندهن الصاج عشان هي فيها زبده بما فيه الكفايه. طبعا انا عاملاها بزبده بلدي، حط لها زبده بلدي، حط لها قشطه بلدي، حط لها لبن حليب بقى بلدي برضو، وسمسم، وحط لها زبادي بلدي، وبيكنج باودر، والخميره، والسمسم، والسكر. طبعا احنا شفنا المكونات مع بعضنا كلنا. كده خلاص هنغطيها بقى ونسيبها ايه ترتاح شويه، ترتاح شويه قبل ما ندخلها الفرن. ماشي، وهنرجع لكم تاني. الصاج الاولاني خرج بالسلامه اهو، طبعا لسه سخن جدا اهو. هيبرد بس، وبعدين هنشوفها مع بعضينا ان شاء الله.